الجامعات الأهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أنا مصطفى أبو اليزيد، طالب في كلية الطب. هعرفك بالفيديو ده كل اللي أنت عايز تعرفه عن الجامعات الأهلية، علشان لو أنت كنت ناوي تخش جامعات أهلية. أولا بالنسبة للمصاريف، فالجامعات الأهلية بتبقى مصاريفها أقل من الجامعات الخاصة. هي بتدفع فيها فلوس كتير، بس في نفس الوقت بتبقى أقل من الجامعات الخاصة. طب بالنسبة للتعليم، الجامعات الأهلية بتبقى هي الجامعات الحكومي، نفس كل حاجة، نفس الدكاترة اللي بتشرح لك. في جامعات أصلا لسه المباني بتاعتها لسه ما اكتملتش، فبيشرحوا في المباني الحكومية، فأنت بيتشرح لك في الجامعات الحكومي وبيشرح لك نفس الدكاترة اللي بتشرح للحكومي، وبيبقى الامتحان بنفس مستوى الصعوبة ونفس كل حاجة. فأنت يعتبر أكنك طالب حكومي بس بتدفع فلوس. هو ايه الفرق ما بينهم؟ طيب ما بين الحكومي والاهليه، الفرق ان انت دلوقتي ما جبتش المجموع اللي يدخلك حكومي ونقصت عنه درجه او درجتين او 3 4 درجات. الدرجات ديت بتدفع عليها الفلوس ان انت تخش اهليه. طب الفرق بتاع الدرجات ده بيكون كبير؟ لا، يعني انت مثلا لو طب من 91 هتلاقي ان الاهليه واقفه لحد 88 87 في الرينج دوت، على حسب الجامعه الاهليه، لان في جامعات اهليه بتبقى اقل من جامعات اهليه تانية. يعني مثلا جامعه اسكندريه الاهليه ممكن تقف لحد 88، جامعه منصوره الاهليه ممكن تقف لحد 89، جامعه كذا الاهليه ممكن تقف لحد اقل حاجه، ممكن في جامعات بتقف لحد 85 86، بس ده ما حصلش السنه اللي فاتت، كان اقل جامعه وقفت لحد 87. فعلشان كده بقول لك ان هو الفرق بيكون صغير جدا، بيكون بس 5 6 درجات الفرق ما بين الحكومي وما بين الاهليه، فعشان كده بتدفع الفلوس. طب بالنسبه للشغل والتكليف والامتياز، انا بتكلم دلوقتي لو انت مثلا في كليه طب اهليه، فانت المفروض بعد ما بتخلص دراسه بتروح تاخد التكليف بتاعك وتاخد التعيين وتاخد نيابات الجامعه والحاجات دي كلها، فدي نفسها هي الحكومي. هو لحد دلوقتي مفيش ولا دفعه اتخرجت من كليات طب جامعات اهليه علشان عدد السنين الكبير، بس هو نفس النظام بتاع الحكومي. يعني بيبقى انت ليك نيابه وليك تكليف وكل حاجه بتاخدها زي الحكومي. الفرق ما بينك وما بين الحكومي بس ان انت بتدفع فلوس. في جامعات خلاص انت دلوقتي بتحضر كل حضورك في الجامعات الاهليه بتاعتك، في جامعات تانية لسه تحت الانشاء، فانت بتحضر جزء مثلا في الجامعه الاهليه وجزء في الجامعه الحكومي. في جامعات كنت بتحضر كل الحضور في الجامعات الحكومي. طب بالنسبه للتدريب، لو انت عايز تنزل المستشفى تتدرب مثلا في فترات الدراسه، عادي تنزل جدا في المستشفى، اي مستشفى جامعه ممكن تنزل فيها بالكارنيه بتاعك، وبتستلم كارنيه ان انت في كليه طب، بيتكتب الجامعه بتاعتك عادي. الناس اللي قلقان ان الجامعه مش معترف بيها او الجامعه مش رسميه عشان الناس ما اتخرجتش او كل الحاجات دي، لا، هي الجامعه تبع الحكومه عادي، هي جامعه حكوميه لكن بفلوس، انما هي مش خاصه. يعني في فرق ما بين الخاص وما بين الاهليه. الخاص ممكن يكون في شكوك ان الجامعه تكون مش معترف بيها، لكن الاهليه ديت تبع الحكومه، يعني بيتكتب اصلا ان هي جامعه اهليه تبع الجامعه الحكوميه. وبس كده، ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتس الاسئله بتاعتكم، ممكن تبعتوا لي على الانستجرام او تبعتوا لي على جروب التليجرام، هتلاقوا اللينكات تحت في الديسكربشن.